كيفاش نقدروا نفرقوا بين نزلات البرد، الإنفلونزا الموسمية والإصابة بفيروس كورونا؟ بالنسبة لنزلات البرد، أعراضها غالبا تكون أقل خطورة وتظهر تدريجيا. أبرز أعراضها العطاس، التهاب الحلق، سعال بسيط، وسيلان الأنف. ممكن ثاني تظهر بعض أعراض الإجهاد، ونادرا والمصاب يحس بالحمى أو الصداع. كذلك نزلات البرد لا تسبب أعراض هضمية أو إسهال. بالنسبة للإنفلونزا، أعراضها تظهر غالبا بسرعة وبشكل مفاجئ، وتتمثل في الحمى والشعور بالتعب، السعال الجاف، ألم في المفاصل، الصداع، وأخيرا سيلان أو انسداد في الأنف. الإنفلونزا لا تسبب العطاس الشديد، وعند الأطفال يمكن أنه يحدث عندهم إسهال. بالنسبة لفيروس كورونا، أبرز أعراضه تتمثل في حرارة عالية، سعال شديد ومستمر، وفقدان أو تغير في حاسة الشم أو الذوق. المصاب بهذا الفيروس قد يعاني أيضا من الإرهاق والتعرق الشديد، آلام في المفاصل، التهاب الحلق، الصداع الشديد، فقدان الشهية وبعض الأعراض الهضمية، بالإضافة إلى الإسهال. الحالات المتقدمة من الإصابة بالفيروس تسبب السعال المستمر وضيق في التنفس، ومن النادر جدا سيلان أو انسداد الأنف. في النهاية وضمانا لسلامتك وسلامة غيرك، كل الأعراض هي أعراض كورونا حتى يثبت العكس. التزام التباعد والقناع الواقي إجباري. لا تنسى مراجعة الطبيب أو الصيدلي. ANFA, la pharmacie de demain.